ايه ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. يا مساء الفل عليكم، يا مساء الورد، يا مساء الياسمين، يا مساء المحبة، يا مساء الجمال، يا مساء التسامح والتفاؤل، يا مساء كل حاجة حلوة عليكم يا رب. يلا بينا كده النهاردة نتفرج بقى مع بعض على هدايا عيد ميلاد ابني. فانا بصراحة اتفرجت عليها مع بقى جدته واللي في البيت وكده. اتفرجنا بقى مع بعض وشفناهم، بس حبيت بقى اطلع ان انا اشارككم بصراحة اشارككم بقى الهدايا والحاجات الحلوه اللي جات له دي. شايفين اول طقم معانا اهو، وريتهولكم. نشوف بقى مع بعض اللطقم كلها وانتوا بقى بتتفرجوا كده وبتشوفوا. اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس واضغطوا على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصل لكم. وحطوا اللايك يا جماعه، حطوا اللايك، مش هتخسروا حاجه والله. وانت بتتفرج او انت بتتفرجي مش هتخسري حاجه لو حطيتي اللايك. حط اللايك. شايفين اللطقم دي حلوة جدا وخامتها تحفة بصراحة. حاجة كده ملمسها ناعم وحلوة جدا للجسم. حلوة جدا في الصيف، مش بتحرر خالص. شايفين؟ والطقم ده كمان ده جه بقى مقاسه كبير. شايفين الجمال؟ وخامته حلوة جدا جدا جدا. مقاسه كده كبير شوية، ده بقى هيتشال الصيف اللي جاي. الحاجات اللي حجمها صغير هحط يعني هطلع هلبسها له بقى الصيف ده. والحاجات اللي مقاسها كبير هشيلها له للصيف اللي جاي بصراحة، يعني ان شاء الله. واعذروني بقى بالفيديو ده، والله مش عارفه مش مركزه ليه، بس يلا هحاول اركز. بس هي قله نوم معايا والله، قله نوم مخلياني بصوا فاصله. مش عارفه ان انا اركز. انتوا مش عارفين انا بمنتج الفيديو ده ازاي والله العظيم. فبشكر يعني. بقول الله يكون في عون كل الامهات، خاصه اللي معاها لسه بيبيهات صغيره وبتعاني بقى من السهر بالليل يعني سهر بالليل والصبح بنقوم. ما بينفعش ان احنا ننام بقى. اللي هو عايزين نشوف ورانا ايه، نجهز اكل، ننضف شقة، نغسل غسيل، فمفيش نوم. فالله يكون في عون الامهات اللي لسه معاها بيبيهات صغيرين كده. الله يكون في عونكم بصراحة. انا مجربة وطلع عينيا والله. فانا بمنتج الفيديو ده وانا تقريبا بنام على نفسي اعذروني بقى على اي لخبطة في الفيديو ده. والله لطقم كلها جميلة، احلى من بعض، كلهم احلى من بعض وكلهم خامتهم حلوة جدا. شايفين بقى الطقم البرتقاني ده، الاورنج ده، يعني حاجة كده آه، حلوة بصراحة، هادية كده وخامتها حلوة جدا. وده جايبها له مية عشان مية صممت ان انا اقول اسمها. قولي اسمي يا مرات عمي، قولي ان انا اللي جبت له ده يا مرات عمي. فبقول لك تعيشي وتجيبي يا يويو يا قمر، تعيشي وتجيبي يا مي، وربنا يخليكي ليه يا حبيبتي ويخليكم لبعض يا رب، وما يحرمكمش من بعض ابدا. فانا بشكر ولاد عمه جميعا، بشكر ولاد عمه كلهم جابوا له هدايا، بشكرهم كلهم. ربنا يخليكم لبعض يا رب ويدومكم كده في حياة بعض. تفضلوا دايما تحبوا بعض وتودوا بعض ودايما قلبكم على قلب بعض يا رب. هنا بقى المفرش اتلم، يلا مش مشكلة ما تركزوش. نفتح بقى الهدايا. شايفين الشنطة القمر دي؟ لونها حلو جدا. وده بقى كارت كده بيضرب مزيكا، حاجة كده في منتهى الجمال. بيدي بقى مزيكا وصوت، اكيد ناس كتير عارفة ده يعني. الكارت ده مشهور قوي من زمان، ده معانا، ده هيفضل معانا العمر كله الكارت ده بصراحة. وده نظام سبراي كده تقريبا بريحة مية الورد، حلوة جدا برضو. وهنا بقى شايفين اللعبة دي؟ دي بقى مرات عمي كانت حطاهم لابنه الصغير، للبيبي الصغير. يعني هي افتكرته كمان، يعني مع هدية محمد افتكرت بقى البيبي الصغير وقالت انا حطت له اللعب دي. وحطت لمحمد الكبير، حطت له بقى المسدسات والحاجات اللي انتوا هتشوفوها دي. وحطت للبيبي الصغير حطت له الشخاليل الصغننه دي. فانا مش هطلع له اللعب دي كلها يلعب بها مره واحده، في حاجات هشيلها بقى وحاجات هطلعها له بحيث يكسر حاجه يلاقي حاجه مكانها. لان انا ابني لو اديتهم له كلهم مره واحده هيقوم بالواجب، يعني هيكسرهم كلهم. شايفين اللعبه القمر دي انا بقى اللي بلعب بيها. انا عيله جدا في الحاجات دي، عارفين، عيله جدا في الحاجات دي. ف شايفين الجمال؟ وحابه بقى اشكر يعني كله اللي جاب له حاجه، كله اللي افتكروا بحاجه. اهلي واهل جوزي وكل الحبايب، ربنا يدومكم في حياتنا يا رب وفعلا زي ما بيقولوا تهادوا تحابوا. الهدية بتفرق جدا يا جماعة، سواء مع الكبير او مع الصغير، وخاصة الاطفال. والله انا لما بهادي طفل او بجيب لطفل هدية بتفرق جدا، بيبقى لها فرحة كبيرة.
فعلا تهادوا تحابوا، يعني امشوا بالمثل ده اللي بيقول تهادوا تحابوا. والله فعلا حقيقي يعني. هنا المايك ده ابني كان بيقول نفسي في عايز مايك يا بابي، عايز مايك يا بابي. ولاد عمه بقى كانوا ماسكين المايك، وهو كان عنده زيهم والله اتكسر، بس هما كانوا محافظين عليه وشايلينه، فهو بعت جاب له بصراحة واحد، يعني مع انه كان عنده واحد واتكسر، بس بعت جاب له واحد تاني. شايفين دي بقى التسالي بقى، والجو الجامد ده اللي انتوا ده بقى الادمان بتاع الاطفال. هو فرح بالحاجات دي اكتر من اللعب ومن الحاجات التانية. فده جزء، يعني ده جزء، هو كان فيه اكتر من كده طبعا. الاطفال بقى كانت جايبه له الحاجات دي عشان عارفينه بيحب الحاجات دي قوي. في جزء بقى اتسلى بيه بعد عيد الميلاد ما خلص، وكل واحد راح مكانه، جاب بقى الاكياس وقعد بقى عليها. انا حصلت دولت منهم كده، خدت دولت كده شلتهم بحيث ان انا اعرف اصور الفيديو، فهو كل منهم حاجات كتير والله. هنا الطقم ده انا كنت ناسياناه في اول الفيديو، خالص. الطقم ده جابته له مرات عمه بصراحه قبل عيد الميلاد بيومين او حاجه، فانا بقى كنت شايلاه لوحده، فكنت نسيته خالص احطه مع الهدايا في الاول، مع كل الهدايا اللي جات له يوم عيد ميلاده. فده لما كان جاي لوحده فكنت ناسياناه والله، بس افتكرته بعد ما صورت الفيديو ورجعت صورته هو كده لوحده وجبته لكم. ويلا بقى سلام.